السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السرور، يا صباح كل حاجة حلوة. على وقت ما الفيديو بقى ينزل بالليل، ينزل في النار. هي المقدمة بتاعتي. حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، عشان لما اتحرم منكم يبارك لكم، يجعلكم في الهنا والسعد، يجعل في قلبكم جوهرة ولسانكم سكرة، يحبب فيكم الرب والحصى اللي في الأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. حبايبي، والله ما انا عارفه اشكركم ازاي. كل اللي جايين كده من عند الخالة حلمية، يكفيكم شر المرض، يسعدكم. ما هو سبحان الله، بيقول لك ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. ربنا يعني بعت لي جيش حلمية داهود، سفيرة الريف المصري. وربنا بعت لي متابعين ريري، ما هم دول ومن عند مس اسماء. ما تحرمش منكم ابدا. ربنا كل اللي بيخش يا جماعه ويقف في قناتي ويكبر قناتي، قناة ام ايمن واحفادها، ربنا يبارك لكم، ما تحرمش منكم ابدا، ويسعدكم ويجعلكم في الهنا والسعد. اللي بيقف معايا وبيقف مع الاولاد، الله يجعلكم في الهنا والسعد يا رب، لان عاملينها مصدر رزق. وانتوا عارفين ان القناة بتاعتي اتقفلت وقفلتها. مش عارفه والله هقول ايه، هقول لها ايه يعني، مش عارفه والله. طبعا يا حبايب قلبي، انتوا عارفين ان انا بتحارب. ولما نزلت الفيديو على ريري، انا ما فيش حاجه بيني وبين ريري يا جماعه. ريري هو اللي انا شفته بقول عليه. لو كانت ريري وحشه يا جماعه الخير، ولا فيها حاجه، ولا اهله، ولا جوزها فيهم حاجه، ما كانش شهد لها الاستاذ عادل فتحي، الله يرحمه ويسامحه. وانا من جوايا انا بحب ريري. انا مش عارفه. طبعا يا جماعه الخير، لما عملت الفيديو اللي نزلته الصبح بدر النهارده، الدنيا اتقلبت عليا، واتبعت لي بقى فيوزات، انتوا عارفين بقى يا جماعه الخير، يعني انا بقى اتحطت مع ريري. واقبلي بقى وقابلي بقى، قابل معازيمك يا معلم زينهم. ما هو كنا بنقول كده، الله يرحمك يا ام بسام يا بنتي. كانت تقول الكلمه، تقول لي يا امي، اقول لها ايوه. تقول لي ده بيقول لك قابل معازيمك يا معلم زينهم. حبايب قلبي والنبي اضحككم. حبايب قلبي والنبي يا حبيبه قلبي، يا اللي انت بتهدديني، الرزق ده بتاع ربنا. ده بقول لك لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. انتوا ليه بتحاربوني في لقمة عاشي يا ناس؟ يا ناس سيبوني في حالي يا ناس، حرام عليكم. انا عملت لكم ايه؟ واحدة قفلت قناة الايتام، انا اللي عملته لها. لا خدت من عندها محتوى ولا خدت من عندها حاجة خالص، عشان ما بطلع ادافع عن اختها حلمية سفيرة الريف المصري. هنفضل نقول حلمية سفيرة الريف المصري ام طارق. انا بستعجب على كده والله. حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، صلوا على النبي، قولوا عليه افضل الصلاة والسلام. وايوه، وما تنساش الدعاء والنبي لشعب غزة وفلسطين، الله يستركم دنيا واخرة. عفوا. هروح كده عشان فيه مكان شغال جنبينا. حبايب قلبي، طب انت هتتكلم عليا يا ام ايمن؟ انت عماله تهري كده وخلاص. اعمل ايه بس والنبي يا جماعه الخير؟ بيقول لك لما جرتك هتتفقعت مرارتي. بس سهره معاكم يا جماعه، مش لاقي حد افك معاه. حبايب قلبي، النهارده بقى بصوا بقى، الدعاء بالله عليكم، بالله عليكم، بالله عليكم. انا شفت امبارح نرمين، انا بصراحه زعلت، والله زعلت يا جماعه الخير. نتكلم جد بقى. طبعا امبارح ام طارق جايبه يعني نرمين، وجايباها من عند الدكتور. طبعا بصراحه الست يعني، هي يا جماعه الخير ما حدش يزعل من اي حد ان ام طارق طلعت نرمين وصورتها. لا، في ناس بيقولوا لا لا بتصورها، بس هي مطلعاها يا جماعه الخير. قصدها ان انتوا تدعوا لها يا جماعه الخير، ادعوا لها ان ربنا يشفيها، لان البنت دي فعلا مبتليه والله. فيا حبايب قلبي، كل اللي يشوف الفيديو بتاع ام طارق او يشوف الفيديو بتاعي يدعي لنرمين ان ربنا يشفيها، يا رب يشفيها، لانها بتقول ده عندها جلطه في رجلها. فيا حبايب قلبي، الدعاء مستحب يا جماعه الخير، الدعاء والاستغفار واذكار الصباح والمساء، زي ما كنت بقول لكم في القناه الاولانيه. انا ماشيه بكده يا جماعه الخير، ومسلم امر لله، زي ام طارق كده ان شاء الله، لان احنا ناس بالفطره والحمد لله رب العالمين. فيا جماعه الخير ادعوا لنرمين بنت حلميه ان ربنا يشفيها، ويا رب يشفيها ويشفي كل مريض. اللهم امين يا رب العالمين، يا رب اشفيها. طبعا يا جماعه الخير، ام طارق يعني كانت امبارح بقى طالعه زعلانه. ده الفيديو دي اللي كان معمول امبارح، طالعه زعلانه يا حبايب قلبي. فربنا موجود يا ام طارق، وان شاء الله ربنا يشفي لك. طيب ام طارق بقى عملت لنا يا جماعه الخير عجه، يعني احنا بنقول عليه بقى قرص بيض.
يعني بقى بص عملته شامل من كل حاجة عشان يبقى كله كامل القيمة الغذائية يا ام طارق، اقسم بالله عسل ولوز العنب يا ام طارق. اللي انت بتعمليه بايدك كله حلو، دي ست بالفطرة، بركة 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 من ايدك يا قمر. وعملت فول مدمس وعملت الحاجات دي. طبعا يا جماعة الخير نازلة تشق بقى على الفروكتين بتاعتها، يعني عندها فراخ يعني يا جماعة الخير، فراخ الخير حلو في البيت، صلاة النبي اللهم صل على النبي. نزلت وفتحت، انت يا عم تسوق، يا عم تسوقي بحط الفرطة تحت الباب عشان الفيران يا عم تسوق، ما ينفعش كده. المهم فيران وعرس بعد عنكم بيخشوا من تحت الباب، بس هو لا مش العرسة اللي موتتها. طبعا دخلت، اللهم صل على النبي اللهم بارك، والله انا عايزه اضحككم يا جماعه اطلعكم باللي انتوا فيه. دخلت بقى ام طارق لقيت، اللهم صل على النبي صلاه النبي احسن، انا عليك برده يا ام طارق، الفراخ بايضه يا اخت صلاه النبي، يعني اللي عملتهم اللهم صل على النبي في العجه في قرص البيض لقيت غيرهم. شوفوا بقى يا جماعه، ربنا بيرزق، ربنا ما بينساش حد والله يا جماعه الخير، اقسم بالله لا بقول لك لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في البيت. الخير حلو في البيت والله يا جماعة الخير، الخير حلو. لقيت البيض، الله شوفوا يا جماعة، شوفوا البيضة جت فتحت بقى الباب التاني، المفاجأة. مفاجأة يا جماعة بقى، على رأي فاتن حمامة تقول لي ده انت عامل لي مفاجأة، عامل مفاجأة، كان في الفيلم في أفواه وأرانب فاكرة؟ مفاجأة. وتلاقي جوز فراخ ميتين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله قدر الله شاء وقدر الله يا أم طارق وما شاء فعل. بصي، اللي يجي في الريش بقشيش يا حبيبة قلبي، فدا بنتك أي حاجة، فداك يا نرمين. فعلا ربنا سبحانه وتعالى يقطع من هنا ويوصل من هنا. طيب لا ده مش غلطة بقى، ده غلطة التهوية يا أم طارق، يعني المفروض أنت تفتح الشباك يهوي المكان واعملي له سلك لو انت خايفه، عشان الفراخ دي ملهاش نفس يا جماعه، بالذات الفراخ البيضه ديك. ما بيبقاش لا نفسها بسيط، لا الفراخ البيضه اي حاجه كتمه او اي حاجه مكتومه عليها بتتخنق وبتموت، مش زي الفراخ البلدي. بقول لك البلدي بلدي، لو بصي كل حاجه بلدي حلوه، كل حاجة، يعني أي حاجة بلدي حلوة، فراخ بلدي بص سمنة بلدي زبدة بلدي، يا بلدي انتوا يا عسلات يا شربطات، كل حاجة بلدي حلوة. لكن الفراخ البيضة دي ما بتستحملش. فيا ام طارق قدر الله ما شاء فعل يا ست. بصي اللي يجي في الريش بقشيش. طبعا يا جماعة الخير هو اليوم بتاعها، يعني هي عملت الفيديو بس بصراحة هي كانت ملخبطة فيه، يعني كانت ملخبطة فيه. طبعا كلامي كله كان على على ام طارق يا جماعه الخير، معلش. وان شاء الله ممكن ربنا يسهل لي وانزل لكم الفيديو ده بالليل، وقفوا معايا وابقى اسجل برضه فيديو تاني، ممكن بقى اجيب حد يسند ام طارق سند يعني. جبت حلميه وجبت حلميه وريري سندوا بعض النهارده. جالي التهديدات يا جماعه الخير. حبايب قلبي اقسم بالله ده انا بضحك من غلبي والله. يلا يا رب ما تحرم منكم يا جماعه الخير. انا عايزه بس اوجه كلمتين للناس اللي بيحاربوني في لقمه عيشي. انتوا انا بينكم وبيني ايه؟ انتوا بينكم وبيني ايه؟ يعني انا عايزه اعرف انتوا بينكم وبيني ايه؟ انتوا مالكم ومالي؟ انتوا قال لي مزعلكم بيا؟ انتوا شغالين دماغكم بيا ليه؟ انا عايز اعرف انتوا ليه شاغلين دماغكم بيا ليه؟ ليه؟ هي واحده بس اللي شاغله دماغها، انا عارفه. ده انت يا شيخه، ده انا بعدت عنكم، لغاكم من حياتي في، يعني حتى الواتس يا جماعه، القنوات كلها عملت لها بلوك، اللي هم الجماعه دول يعني لغتهم، هم ما بيشوفهمش وبرضه بيشتموا فيا وبيكتبوا اسمي، كل شوية يشتموا فيا برضه ويكتبوا اسمي ويشتموني. انا عملت لكم ايه؟ بس انا هقول لكم حاجة، انا هقول لكم حاجة، انا مسلمة امري لله، اقسم بالله اقسم بالله، الا ودعوة المظلوم ما فيش بينها وبين ربنا حجاب. خافوا، خافوا شوية يعني. بصوا يا جماعة الخير، هقول لكم اقول لكم يعني ربنا هو بيقول لك هو يعني البني ادم لما بيدعي، لو انا بقى الدعوة بتاعتي ما وصلتش، يعني ما جاتليش دلوقتي، او ربنا سبحانه ما عطانيش حق دلوقتي، ما خدتوش في الدنيا ياخده في الاخرة. بس بص يا جماعة، بقول لك ايه، البني ادم يعني بيقول لك لما خافي من عبدي لعل ثعلبات الظالم انديل، يعني اللي بيظلم يعني عشان يزهزه له كمان، ده انا ما بيجراليش حاجه اهو، مهما تدعي ومهما تقول حسبا عليا انا ده هي اللي بيجرى لها، ده هي اللي بيجرى لها، ما عشان ربنا بيحبني يا جماعه، عشان ربنا بيحبني. ربنا لما بيحب عبده بيبتليه، لان احنا الحمد لله من الانبياء والرسل، عشان كده مبتليين.
مبتلين زي الست حلمية كده، لما نرمين كل شوية مبتلية عشان ربنا بيحبها. وده اختبار لينا يا جماعة، ده اختبار. فيا جماعة الخير مش عايزة أطول عليكم حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، والنبي ما تنسموا أيمن وأحفادها، وحطوا اللايك كده وارفعوا لي القناة. عايزين نتم ال1000 مشترك بقى عشان نفتح بثات مباشرة يا أمارات يا عسلات يا شربطات. يلا في حفظ الله، مع ألف سلام، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السرور، يا صباح كل حاجة حلوة. على وقت ما الفيديو بقى ينزل بالليل، ينزل في النار. هي المقدمة بتاعتي حبايب قلبي ومتابعين المحترمين، عشان لما اتحرم منكم يبارك لكم، يجعلكم في الهنا والسعد، يجعل في قلبكم جوهرة ولسانكم سكرة، يحبب فيكم الرب والحصى اللي في الأرض، اللهم أمين يا رب العالمين. حبايبي والله ما انا عارفه اشكركم ازاي. كل اللي جايين كده من عند الخالة حلمية، يكفيكم شر المرض، يسعدكم. ما سبحان الله، بيقول لك ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. ربنا يعني بعت لي جيش حلمية داهود سفيرة الريف المصري، وربنا بعت لي متابعين ريري، ما هم دول هم دول، ومن عند مس اسماء ما تحرمش منكم ابدا. ربنا كل اللي بيخش يا جماعه ويقف في قناتي ويكبر قناتي، قناة ام ايمن واحفادها، ربنا يبارك لكم، ما تحرمش منكم ابدا، ويسعدكم ويجعلكم في الهنا والسعد. اللي بيقف معايا وبيقف مع الاولاد، الله يجعلكم في الهنا والسعد يا رب، لان عاملينها مصدر رزق. وانتوا عارفين ان القناه بتاعتي اتقفلت وقفلتها. الله مش عارفه والله هقول ايه، هقول لها ايه يعني، مش عارفه والله. طبعا يا حبايب قلبي انتوا عارفين ان انا بتحارب، ولما نزلت الفيديو على ريري انا ما فيش حاجه بيني وبين ريري يا جماعه. ريري هو اللي انا شفته بقول عليه. لو كانت ريري وحشه يا جماعه الخير، ولا فيها حاجه، ولا اهله ولا جوزها فيهم حاجه، ما كانش شهد لها الاستاذ عادل فتحي، الله يرحمه ويسامحه. وانا من جوايا انا بحب ريري، انا مش عارفه. طبعا يا جماعه الخير لما عملت الفيديو اللي نزلته الصبح بدر النهارده، الدنيا اتقلبت عليا، واتبعت لي بقى فيوزات، انتوا عارفين بقى يا جماعه الخير، يعني انا بقى اتحطت مع ريري، واقبلي بقى وقابلي بقى، قابل معازيمك يا معلم زينهم. ما هو كنا بنقول كده، الله يرحمك يا ام بسام يا بنتي، كانت تقول الكلمه، انت تقول لي يا امي، اقول لها ايوه، تقول لي ده بيقول لك قابل معازيمك يا معلم زينهم. حبايب قلبي والنبي اضحككم. حبايب قلبي والنبي يا حبيبه قلبي، يا اللي انت بتهدديني، الرزق ده بتاع ربنا، ده بقول لك لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. انتوا ليه بتحاربوني في لقمة عاشي يا ناس؟ يا ناس سيبوني في حالي يا ناس، حرام عليكم، انا عملت لكم ايه؟ واحدة قفلت قناة الايتام، انا اللي عملته لها، لا خدت من عندها محتوى ولا خدت من عندها حاجة خالص، عشان ما بطلع ادافع عن اختها حلمية سفيرة الريف المصري. هنفضل نقول حلمية سفيرة الريف المصري ام طارق، انا بستعجب على كده والله. حبايب